بيقول أحمد شوقي في أبياته الجميلة: والصدق أرفع ما اهتز الرجال له، وخير ما عود ابنا في الحياة أبوه، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقاوم النفس بالأخلاق تستقم. في بداية الحلقة أحب أوجه كلامي للناس اللي بيشجعوني وبيحبوا دايما المحتوى الهادف. أحب أشكرهم جدا. وحلقتنا النهاردة هي بتتكلم عن الأخلاق، والأخلاق تعتبر هي جوهر الإنسان، هي اللي بتفرق دايما ما بين الشخص الصالح والشخص الطالح، هي دايما اللي بتفرق الناس كلها عن بعضها. فالأخلاق هي بتبقى صفة بنشوفها بالفعل ومش بالكلام. وعشان تقدر تعرف ازاي الاخلاق بتبني الامم او بتهدم الامم، فهتلقى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه بيقول: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. تخيل كده هوت معايا في القصه اللي انا هحكيها عليكم، لو اخلاق الناس اللي في القصه ديت لسه ممتده معانا لحد دلوقتي، واعتقد انها لسه موجوده ما بيننا، لكن للاسف ما بتبقاش ظاهره على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دلوقتي ما بقتش بتظهر الا الحاجات اللي الاخلاق فيها متدنيه لسبب الترند اللي هي بتعمله. وعشان اثبت لك ان الناس ديت لسه عايشه في وسطينا، بص كده هوت من قريب هتلاقي عم خالد الله يرحمه، الراجل السواق اللي راح رمى نفسه في العربيه وخدها بعيد وسط النار عشان خاطر يفادي الناس كلها. على فكرة، في ناس زيه كتير لسه عايشين وسطينا، لكن يمكن انت ما شفتهمش او ممكن تكون بتشوفهم لكنك مش واخد بالك منهم. ممكن لو بصيت لعم عبده اللي تحت، او عم احمد البقال، او عم سمير السمكري، ممكن تشوف الناس ديت تلقى فيهم اخلاق، بس انت ما بتاخدش بالك منهم. عارف ليه؟ لانك مش متعود دايما تركز على الاشياء الكويسة. هو الانسان دايما كده. لو انا جيت رسمت لك ورقة بيضة وحطيت لك فيها نقطة سودة وقلت لك شايف ايه، مش هتقول لي الورقة البيضة. دايما الناس بتركز على المساوئ، فبالتالي عمرك ما هتشوف واحد بيقدم محتوى كويس وتلاقيه بسهولة الناس كلها بتعجب بيه او بتبص عليه. ليه؟ لانه ضمن الابيض. لكن لو لقيت النقطة السوداء هتلقى الناس كلها بتبص عليها ومستغربة، وفلان يكلم فلان يقول له شفت وشفت، وده اللي ما شافش يشوف، وتبدأ النقطة السوداء تنتشر وتتعرف ما بين الناس، فالناس تظن وقتها ان أسوأ ما فينا هو اللي ظاهر. لكن بالعكس، اغلب اللي على السوشيال ميديا اللي بيقدموا المحتويات التافهة هم ناس موجودين وسطينا من زمان لكن ما كانوش بيظهروا. السوشيال ميديا ادت الحرية لكل الناس ان هم يظهروا، فهتلقى برضه على فكرة في السوشيال ميديا في ناس كتيرة حلوة، لكن انت مش هتتشد الا مع الناس ديت. فانت دايما حاول تمنع نفسك، بدل ما تعمل شير لصاحبك وتوريه وتقول له بص اعمل بلوك وريح دماغك، وبدل ما تدخل في التعليقات تشتمهم او تسبهم اعمل بلوك وريح دماغك، او بدل ما تطلع برنامج ملوش اي محتوى غير ان هو ياخد الناس ديت اللي طالعه ترند ويبدا يتريق عليهم ويصدرهم للناس عشان يطلع معاهم، اعمل له بلوك وبلاش تشتم ولا تسب. خلي دايما عندك اخلاق. تخيل كده هوت الدنيا هيبقى شكلها ايه وناس بالاخلاق ديت موجودة وسطينا. تخيل القصة ان في شخص قتل شخص بالغلط، وانا هنا مش بقولك ان هو سرق او نصب على حد او شتم، انا بقولك هنا ان هو قتل لكنه كان بالخطأ. فتخيل معايا ان هو بيتنسب له محكمة، والشخص اللي قتل بالغلط دوت واقف في المحكمة ديت، والقاضي وقتها حكم عليه بالإعدام، بما إنه هو حكم القصاص، من قتل يقتل.
تخيل معايا الشخص اللي اتحكم عليه بالإعدام طلب من القاضي طلب غريب جدا. الطلب لو كان اتقدم في زماننا بالطبع كنا هنحس إن ديت حيلة، وحيلة ساذجة كمان. الراجل طلب من القاضي وقتها إن يديله مهلة 3 أيام يقدر يرجع فيها لمدينته، لأنه كان عنده أخ كان له ورث ومحدش وقتها يعرف مكانه غير الراجل ده. فلو اتحكم عليه بالقصاص ومات من غير ما يبلغ أخوه بمكان الورث هيروح عليه. فطلب من القاضي الطلب من باب الأمانة. فعايزك تتخيل إن القاضي وقتها يسمح له بالطلب بس بشرط إن يكون في حد يضمنه. فتعال نزود للقصة إثارة أكتر ونقول إن في حد ضمن الراجل بالفعل. وانت فاهم يعني ايه ضمنه؟ ضمنه في قضية قتل، وده معناه ان الراجل لو مجاش سلم نفسه، الراجل اللي ضمنه هو اللي هيتعدم مكانه. طبعا القاضي أكد على الشخص الضامن إن اللي محكوم عليه بالإعدام لو مرجعش وسلم نفسه هو اللي هيتعدم مكانه. فسأله: لسه موافق على إنك تضمنه؟ فالراجل أصر على إنه يضمنه. وبالفعل الراجل رجع المدينة بتاعته، وعدوا ال3 أيام والناس كانوا بيفضلوا يبصوا للراجل اللي ضمن الشخص اللي محكوم عليه بالإعدام إنه لو مرجعش هو اللي هيموت مكانه. الناس لاحظت وقت المغربية إن الراجل اللي محكوم عليه بالإعدام في اليوم التالت ليه راجع المدينة تاني يسلم نفسه. فالأغرب من كل اللي أنا حكيته لك وكل التخيلات إن القصة هي قصة حقيقية على فكرة. القصة مش قصة تخيلية، اللي أغرب من القصة نفسها. والقصة كانت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، لما جاله وقتها ناس من أهل اليمن بجريمة القتل اللي حصلت ما بينهم. وكان الغريب والمدهش في الموضوع إن في اليوم التاني وقت المغرب الناس لقت الراجل اللي محكوم عليه بحكم الإعدام رجع تاني البلد وسلم نفسه. ووقتها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استغرب جدا واندهش. ده راجل محكوم عليه بالإعدام، إيه اللي رجعه؟ ده كان ممكن يهرب. لكن ساعتها كانت هي الحقيقة اللي حصلت، إن الراجل رجع بالفعل وسلم نفسه للإعدام. فسأله سيدنا عمر بن الخطاب وقتها: إن أنت كان بإيدك إن أنت تهرب، ليه ما هربتش؟ فجاوب الراجل وقتها وقال: خشيت أن يقال أن ذهب الوفاء بين الناس. وساعتها سيدنا عمر بن الخطاب سأل أبو ذر وقتها، وكان عايز يعرف إيه سر إن هو يروح يضمن راجل وما يعرفهوش. وكان رد أبو ذر وقتها: خشيت أن يقال ذهب الخير بين الناس. وقتها بقى الغريب اللي حصل يا صديقي، إن أهل القتيل ذات نفسه عفوا عن الراجل ولما ساعتها سيدنا عمر بن الخطاب سألهم: عفوت ليه عن الراجل فردوا وقالوا: فنحن عفونا عنه خشية أن يقال ذهب العفو بين الناس. فاللي عايز أوصله لك إن هي كانت الأخلاق اللي في وسط الناس اللي الأمة وقتها كانت يعتبر الأمة الإسلامية من أقوى الأمم في العصر بتاعها. وفي النهاية أحب أعرف رأيكم في التعليقات، ولو عجبك الحلقة ياريت تعمل لي لايك واشتراك. دمتم في رعاية الله.